السلام عليكم خوتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات الشيف نور الدين كوكينغ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال البريوات والسيجار بحشوه ديال الدجاج اولا الصدر ديال الديك الرومي والخضر. كيجيو فعلا رائعين، صيبناهم بالورقات البسطيله المنزليه. كيجيو شي حاجه فعلا اللي لذيذه بزاف ومقرمشه. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وكما العاده خوتي، الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جيم الفيديو، اشتركوا في القناه باش ديما توصلوا بجدد الوصفات. غادي نذكر واحد الملاحظة بالنسبة لبعض الأسئلة جاوني في الأمس على الورقة ديال البسطيلة، بالقياس ديال كاس العنبة. بالنسبة للكاس ديال العنبة كما قلت لكم راه كيهز 150 مليلتر، والمقابل ديالو 150 غرام. يعني غادي تهزو كاس ديال العنبة. الناس اللي عندهم كاس ديال العنبة وغادي يقيسوا 600 مليلتر ديال الماء بكاس ديال العنبة، يعني غادي يحسبوا وغادي يقيسوا 350 غرام ديال الدقيق بالقياس ديال العلبة، هكا باش نكونوا واضحين من ناحيه الورقات البسطيله. دابا غادي ندوزو للمقادير. الورقات البسطيله سبق لي وحضرتها معكم، غادي نخليكم رابط ديالها في القناه ديال الوصف. ورقات البسطيله منزليه. غادي نحتاجو كذلك الزيتون مقطع، القزبور مقطع، غادي نحتاجو الصدر ديال الديك الرومي مقطع مربعات صغار. غادي نحتاج كذلك بصله كبيره مشلضه. غادي نحتاج كذلك حبه ديال الفلفله حمراء مقطعه مربعات. عندي هنا جوج قرعات صغار محكوكين في الحكاكه غليظه. عندي كذلك حبه ديال الفلفل الاخضر مقطعه مربعات صغار. عندي جوج خيزوات اولا الجزر صغار محكوكين في حكاكه رقيقه. عندي كذلك شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، وشويه ديال البزار. دابا على بركه الله غادي نبداو الطريقه التحضير. فاش يبقى غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون. غادي نزيد عليه الخضر كاملين في دقه واحده الا القرعه، لانهم كلهم كياخذوا نفس الوقت ديال الطياب. الا القرعه فهي دغيا كطيب. غادي نزيد البسطه، الفلفله الوان، وغادي نزيد كذلك الجزر. وغادي نحرك مزيان حتى كيتحركوا ليا المقادير وكينزلوا. غادي نحسب لهم تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 8 دقائق هكاك. يعني العافيه تكون مهيله حتى كتنزل هاد الخضر وكطيب باش ما تجينيش قاصحه وسط الحشوه ديالي. بعد ما كدوز 10 دقائق كنزيدو شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكركم اولا الخرقوم عود، وشويه ديال السكنجبير، وكنحركو بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نزيد ديك الرومي. استعملت انا غير 250 غرام، يمكن لكم تعوضوه بالكفته اولا يمكن لكم تستعملوا غير الخضر مع شويه ديال الطون، فحتى هما كيجيو زوينين بزاف. غادي نزيد كذلك القرعه لانها دغيا كطيب هي والدجاج. غادي نغطي عليهم يحسب لي واحد 5 دقائق. بعد ما دازت 5 دقائق غادي نزيد شويه ديال الزيتون، وغادي نزيد كذلك القزبور مقطع بهذا الشكل هذا. وغادي نحرك الحشوه ديالي. الحشوه ديالي كنخليوها تبرد. هذه بعد ما كتبرد كتولي بهذا الشكل هذا. الورقه ديال البسطيله كما قلت لكم سبق لي حضرتها معكم، ورقه بسطيله منزليه. عندي الفرماج الاحمر وعندي شويه الدقيق والماء باش غادي نبقى نسد البريوات ديالي اولا السيجار. فراه الطريقه سهله. كناخذوا الورقه ديال البسطيله بهذا الشكل هذا وكنديروا شويه ديال الحشوه، ما نكثروش لان الا كثرناها راه غتقطع علينا الورقه. كنديروا شويه ديال الفرماج وكنبربوا السيجار ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنسدوه بشويه ديال العجينه، شويه الدقيق مع شويه ديال الماء باش ما يتحلش لينا وسط القلي بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا كناخذوا ورقه البسطيله كنديروا فيها شويه ديال الحشوه وكنبرموها بهذا الشكل هذا، وكنسدوها بشويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء. فبالنسبه للحشوه كتختلف من شخص لاخر. كما قلت لكم الحشوه كتبقى على حسب الاختيار. يمكن لكم ديروا غير الخضر بوحدهم، يمكن لكم ديروا يعني الخضر والكفته اولا الخضر والطون. داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما وعلى حسب شنو عندكم في الدار. يمكن لكم كذلك هاد البريوات تصيبهم بكميه كبيره وتحتفظوا فيهم في المجمد، راه كيبقاو صالحين لمده طويله. يعني تتبغيو عاد كتجبدهم، يعني كتقاد واحد الكميه كبيره وكديروهم في شي بلاطو كتفرقوا بيناتهم بلاستيك غذائي عفوا، وكتحطهم في المجمد. وقت ما كتبغيهم كتجبدوهم نيشان وكتقليوهم في الزيت اولا كديروهم في الفران، فراه كيبقاو صالحين وزوينين وما كيطرى ليهم والو. فبالنسبه للشكل الثاني صيبت بريوات وصيبت السيجار في نفس الحشوه وفي نفس الورقه. يعني كنشدو ورقه بحال هذا الشكل هذا وكنطويوها بهذا الشكل هذا. يعني كنجيبو الجنب اليمين والجنب اليسار كنلاقيهم في الوسط باش يولي عندنا شكل بحال هذا الشكل هذا، ويسمح لينا باش نقادو بريوه بهذا الشكل هذا. كندوروها على هنا على القناة بجوج وكنسدوها بشويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء. راه الطريقه سهله وسريعه. كتبغي غير يعني غير الناس المبتدئين، يعني غير شويه بشويه راه غادي تعلموا في الاولى وفي الثانيه. مره اخرى ما غاديش تعاودوا تخطئوا فيهم. تما كما كتشوفوا. سمحوا لي اليوم راه الصوت شويه مبحبح لانني مريض شويه.
غير سمحوا لي إلا جا الصوت شوية عيان ولكن ماشي مشكل. بنفس الطريقة كنكملو حتى كنكملو البريواز ديالنا كاملين بهذا الشكل هذا. بعد ما كنكملوا البريوات ديالنا دابا انا عندي فكره غادي ندوزهم في لا شابلور. فبالنسبه لا شابلور غير اختياري، الا بغيتو ديروا تبارك الله، ما بغيتوش بلاش، داكشي كيبقى على حسب الاختيار. كناخذوا البريوات ديالنا بهذا الشكل هذا، كندوزهم في شويه ديال البيض وشويه ديال الحليب. انا درت غير بيضه وشويه ديال الحليب، قيمت واحد 2 معالق كبار وضربتهم وكندوز فيهم البريوات. ومن بعد كندوزهم في لا شابلور بهذا الشكل هذا. كنجيبوا شي بلاطو باش نحطوهم فيهم بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. فبالنسبة لاشابلور أولا لبابة الخبز فهي كتبقى غير مسألة اختيارية وصافي. كتعطينا واحد القرمشة زوينة بزاف البريوات ديالنا. نتوما كيما كتشوفو كندوزهم في البيض والحليب وكنديرهم في لاشابلور وكنحتفظو بهم في البلاطو. فبالنسبة لاشابلور اللي كنستعمل أنا هو هاد الماركة هادي، فيها تقريبا كيلو. الثمن ديالها شوية رخيص وكتبقى عندنا بزاف، يعني فيها تقريبا كيلو، يعني كتدي معاك شحال. كتستعملها في عديد من الوصفات كتجي فعلا رائعة. بعد ما كنكملوا لا شابلور والبيض على الوصفات كاملين بهذا الشكل هذا، دابا بركة الله غادي نوجدوا حمام من الزيت وغادي ندوزو باش نقليهم. فبالنسبة للناس اللي عندهم الوقت، انا الصراحة ما كانش عندي الوقت وسربيت باش نقليهم. الناس اللي عندهم الوقت يديروهم غير في الفران، يعني يديروهم غير في الفران، يدهنوا الطاوة ويدهنوهم بشوية ديال الزيت من الفوق ولا شوية ديال الزبدة ويخشيوهم في الفران يخليهم حتى كيتحمروا وكيقدموهم بالصحة والراحة. كيجيو فعلا رائعين. انا زيتهم بشوية ديال الخس وشوية ديال الزيتون الاسود وشوية ديال الفلفلة حارة وشويه د الحامض، كيجيو فعلا شي حاجه اللي رائعه بزاف. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وكما العادي الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جيم الفيديو، اشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد من الفيديو هذا. كنتمنى لكم امسيه سعيده الى حلقه مقبله بحول الله.